من بنغازي ينضم إلينا المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحك. السيد عبد الله، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. البرلمان يحجب الثقة عن فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف أساسا من البرلمان ظاهريا، أو ما أعلن بأن السبب هو اتهامات بالفساد والتقصير. باختصار السيد عبد الله، لماذا حجب الثقة؟ نعم، أهلا بك. مساء الخير لك أستاذة سارة ولكل السادة المشاهدين الكرام. طبعا لم تحجب الثقة عن السيد فتحي باشاغا، وكذلك لم يقال السيد فتحي باشاغا مثل ما يرد سواء في التقرير أو في الشريط الإخباري لقناتكم الموقرة. نعم. ما أقره مجلس النواب هو إيقاف السيد فتحي باشاغا رئيس الحكومة عن العمل وإحالته للتحقيق، ولم تحجب الثقة لا عن رئيس الحكومة ولا عن الحكومة كلها. نعم. وكلف السيد وزير المالية بالإضافة لمهامه بتسيير مهام رئاسة الحكومة إلى حين التحقيق مع رئيس الحكومة. يعني إيقاف تحديد المصطلحات بشكل جميل المشاهد، ونريد أن نفهم هذا المصطلح إيقاف مع إجراء تحقيقات. يعني بعد التحقيقات يمكن أن يعود فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة؟ نعم، هذا ما سيقرره المجلس بعد أن يتم إجراء تحقيقات معه من قبل لجنة مشكلة من مجلس النواب، لكن لم تحجب الثقة ولم يعني تختلف عن بعضها، لا إيقاف ولا حجب للثقة عن رئيس الحكومة. وأيضا أستاذة سارة، الأمر لم يكن مفاجئا. كنت قلت أوقف إذن فتحي باشاغا. نعم، إيقاف وإحالة للتحقيق، صحيح. نعم، قلت إن الأمر لم يكن مفاجئا، لماذا؟ ما الأسباب؟ نعم، منذ يعني فترة في أكثر من جلسة طالب السادة أعضاء مجلس النواب بالتحقيق مع الحكومة، وأبدوا استياء من أداء الحكومة وإخفاقها وعدم تنفيذ ما تعهدت به عندما قدمت برنامج عملها لمجلس النواب قبل أن تنال الثقة من قبل مجلس النواب، وأخفقت على كافة المستويات. يعني بالكاد لا تكون موجودة حكومة السيد فتحي باشاغا رغم نيلها الشرعية من مجلس النواب، لكنها غير موجودة سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الخدمي. قلت بأن هنالك مطالبات منذ فترة في أكثر من جلسة في مجلس النواب، وأيضا اليوم استعرض تقرير لجنة مراقبة ومتابعة الأجهزة والرقابية بمجلس النواب. أبدى التقرير حول أداء عمل الحكومة وأوصت بهذا الإجراء. وبعد أن تم مناقشة ومداولة الأمر، المجلس والسادة النواب بإيقاف السيد رئيس الحكومة، وتستمر الحكومة بأداء عملها وتكليف السيد وزير المالية بتسيير مهام رئاسة الحكومة. فقلت بأن الحكومة لم تبذل جهدا في تحقيق ما أنشئت من أجله، وكل التعهدات التي تقدمت بها لم تحققها رغم معرفة الحكومة أو رئيس الحكومة تحديدا بالظروف التي يعمل بها وبالتحديات التي سوف ما سيحقق مع فتحي باشاغا. وأبرز هذه التعهدات بأن الحكومة نعم لجنة سوف يشكلها مجلس النواب لاحقا. قلت بأن أبرز هذه التعهدات تعهد السيد فتحي باشاغا، ويعلم الجميع ذلك، بأن الحكومة سوف تمارس أعمالها من طرابلس وسوف تدخل طرابلس، ولم يتحقق ذلك. لكن على المستوى السياسي سواء محليا أو دوليا، أيضا على المستوى الخدمي، الحكومة غير موجودة ولا تعمل في شيء منذ نيلها ثقة من مجلس النواب. فرأى المجلس بأن الحكومة لم تحقق ما تعهدت به، ولم تكن في مستوى هذه التطلعات مجلس النواب، ولم تبذل حتى جهدا، لأننا نعلم بأن هنالك تحديات تواجه الحكومة ربما تكون أكبر منها، لكن لم يكون هنالك حتى محاولات ومساعي وعمل سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي سياسيا أو خدميا. وهذا الأمر الذي أدى إلى قرار مجلس النواب اليوم. جميل، نريد أن نفهم الوضع أكثر. قبل أن تتخذوا قرارا بإيقاف فتحي باشاغا وبإحالته للتحقيق، باشاغا كان كلف القطراني بمهامه. ما قيمة قرار باشاغا الآن؟
لا، هذا ربما طبعا هذا الإجراء لم يردنا إلا شاهدناه اليوم في وسائل الإعلام، وربما هو إجراء نتيجة لمعرفة ما سيتخذه مجلس النواب من إجراءات، لكن مجلس النواب هو صاحب القرار، اتخذ قراره بعد مداولات ومناقشات، وأخذ يعني الوقت الكافي من أجل اتخاذ هذا القرار. قلت بأن هنالك جلسات ماضية تعالت فيها الأصوات شيئا فشيئا بين السادة النواب في المطالبات بالتحقيق مع الحكومة، وأيضا استياء السادة النواب من أداء الحكومة وعدم وجودها على الساحة رغم أنها حكومة شرعية نالت الثقة من مجلس النواب. نعم. سيد عبد الله، على الغالب تابعتم تصريحات مجلس الدولة بعد قراركم بإيقاف فتحي باشاغا، يقولون إنهم يرفضون أو مجلس الدولة يرفض هذا القرار ويتحدث عن استمرار لحالة العبث السياسي، هكذا وصف المسألة. كيف تردون؟ سيد عبد الله، لم أستمع إلا لآخر كلمة تردون أستاذة سارة، لو تعاودي السؤال. تحدثت عن تصريحات في الصوت. نعم، سأعيد هذا الحديث أو هذا السؤال. سيد عبد الله، كنت طرح سؤالي عن تعليق مجلس الدولة أو المشري تحديدا. سيد عبد الله، تسمعني الآن؟ سيد عبد الله، أعتقد أن سيد عبد الله لا يسمعني الآن للأسف. سيد عبد الله بليحة، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، شكرا جزيلا لك.